السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا مزيانين. يلا البنات نوضوا، حيدوا عليكم العجز، جيبوا شي نص كيلو ديال الورقه اولا صاوبوها. راه عندي فيديو في القناه فات اللي شاركت معكم الورقه، ووجدوا لي هاد لينيم اولا لي سيجار اللي كيجيو غزالين، كيجيو رائعين بحشوه اقتصاديه بالخضره، كتجي فنيونه، كتجي لذيذه صراحه. يا سلام، ما غاديش نقول لكم كيجيو الشكل ديالهم رائع. تقدروا توجدوهم لضيافكم، توجدوهم للفطور، توجدوهم للعائله ديالكم، غتحسوا براسكم فرحانين وانتم كتوجدوهم. وبالاخص ملي غيذوقوهم ويردوا عليك ويقولوا لك الله يعطيك الصحه. الا لا، نوضي اختي وجديهم، كيجيو غزالين اقتصاديين. بلا ما نطول عليكم اكثر البنات، ما تنساونيش من لايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. غادي نمشيو وغادي ندوزو نيشان في واحد الكسرونه، غادي ناخدو المقادير ديالنا. عندي واحد الكورجيط اللي مطحونه خيزو كيف ما كتشوفوا، حكيتهم في حكاكه هكايا، عوينات ديالها غلاضين. البصله عندي 2 بصلات هكايا موسطين مشلضين، وفلفله كبيره حتى هي مقطعه مربعات صغيره، وشويه ديال الربيع. بالنسبه للعطريه عندي الابزار، سكينجبير، وفلفله حمراء، وعندي الخرقوم، وشويه ديال البودره ديال الثومه. اما بالنسبه للزيتون والطون والحامض كيف ما كتشوفوا غادي نضيفو حتى لاخر مرحله. المهم تبعوا الفيديو وغادي تشوفوا شنو كاين. بالنسبه للخضره ديالنا رانا شحرتها مزيان حتى دبلات، وكيف ما كتشوفوا ما خليتش فيها الماء نهائيا، خليتها نشفات. غادي ناخذ واحد شويه ديال الشعريه الصينيه اللي فزقتها في الماء طايب حتى طلقات لي، قطعتها مزيان وزدتها على الحشوه ديالي. كيف ما كتشوفوا غنخلط المقادير ديالي، وغادي نمشي نضيف عليهم ديك الزيتون اللي مقطع غير نص حامضه، والحامض مقطع نص حامضه، والطون تقريبا درت 2 ديال العلب ديال الطون. نتوما غديروا القياس اللي بغيتو، وتقدروا انكم تنازلوا على داك الطون كاع ما ديروه، تخليو غير الخضيره ديالكم. كتجي غزاله صراحه. انا شحال من مره كنعمرهم غير بالخضره. حتى ديك الشعريه الصينيه راه تقدروا انكم تستغناو عليها، وكتضيفوا شويه ديال الطون، شويه ديال الجبن. وبالنسبه للطون الا بغيتو تعوضوه بالكفته راه تقدروا انكم تعوضوه. كنجيب الورقه ديال البسطيله ديالي كيف ما كتشوفوا، كنقطعها لنصفين، وكناخذهم وكنقطع دوك النصفين على 3 باش هكا كيخرج لنا واحد الكميه اللي كثيره ديال النينيم، وما كيجيوناش كبارين بزاف، وما كيجيوش عامرين حتى بالورقه. هذه هي الطريقه، تبعوا غير الفيديو والمراحل، طريقه اللي ساهله وموضحه. كنتمنى انكم تتبعوا الخطوات، وان شاء الله كل شيء غادي يصدق لكم من التجربه الاولى. كنحاول انني نشارك معكم وصفات اللي ساهله ما فيهاش تعقيدات. يقدر اي واحد يوجدها، حتى المبتدئين اللي ما عمرهم ما طيبوا صراحه راه يقدروا يوجدوها بواحد السهوله. كيف ما كتشوفوا خديت واحد الزلافه درت فيها الطحين وشويه ديال الماء باش هكا نبقى نلصق لي النيم ديالي ما يتفتحوش، وغنبقى ندير الحشوه غير شويه هكايا، ولينيم ديالي نطويهم مرخوفين باش هكا ما كيطرطقولناش ملي كيكونوا كيطيبوا في الفران. هادو هما النصائح اللي خصكم تتبعوا صراحه. لينيم كل ما زيرتوهم غير كتدخلوهم الفران كيطرطقوا، بالاخص الا كانت الحشوه باقي فيها الماء. اما الحشوه ديالكم الا كانت ناشفه وما فيهاش الماء نهائيا راه ما كيطرطقولكمش نهائيا في الفران، غير تنيوهم مرخوفين. هذا هو السر ديال لينيم باش كينجحوا معكم من التجربه الاولى. غادي تستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كتساليو الكميه اللي عندكم كاملين. نص كيلو ديال الورقه راه كتخرج لكم واحد الكميه اللي كثيره، بالاخص ملي كتقطعوا الورقه بهذا الشكل اللي وريتكم. وحتى القياس ديالهم راه كيجيو صغارين ومناسبين، ما كيجيوش كبار بزاف وما كيجيوش هازين حتى الورقه. غادي نستمروا بالطريقه هذه حتى كنساليو الكميه اللي عندنا كامله. البنات الا باقي ما درتوش اللايك كنتمنى انكم ديروا اللايك وتشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس باش هكا توصلوا بجديد القناة إن شاء الله. وشكرا بزاف للتعاليق ديالكم واللايكات ديالكم، والناس اللي كيتابعوني كل ما كنحط شي فيديو كنلقاهم هما السباقين. كنشكركم بزاف من كل قلبي. كيف ما كتشوفوا من بعد ما ساليت الكمية اللي عندي كاملة، دهنت اللاطه ديالي بالزيت اللي غادي ندخل الفران، وغادي ندهنهم حتى هما بشويه ديال الزيت باش هكا كيجيو مقرمشين وكيعطيو واحد الكولور اللي مذهب ملي كيطيبوا. غادي ندهنهم مزيان، وغادي نمشي نزين الوجه ديالهم بشويه ديال البافو. تقدروا نتوما تزينوا بالفرماج، بجنجلان، باي حاجه متوفره عندكم تقدروا انكم تزينوا الوجه ديال هاد لي سيجار. كيف ما كتشوفوا خرجت لي واحد الكميه اللي كثيره.
ما شاء الله كيجيو زوينين وكيجيو لذاذ لواحد الدرجة ما تصوروهاش. صافي كيف ما كتشوفوا من بعد ما زينتهم غادي ندخلهم للفران اللي عندي سخون من قبل، كنأكد عليها يكون الفران سخون وغنشعلهم من الفوق ومن التحت. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي نيم ديالنا اولا لي سيجار ديالنا، كيجيو غزالين كيجيو رائعين. كنتمنى انكم تجربوهم ورمضان مبارك ان شاء الله، وتقدروا انكم ديروهم حتى خارج رمضان. ملي يجيو عندكم ضيافكم كتحطوهم في الطبله، صراحه كيزينوا لكم الطبله ديالكم وكيحمروا لك حتى وجهك نتيا اللي وجدتيهم. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا من التعاليق ديالكم الزوينه، الملاحظات ديالكم، والا بغيتو شي شهيوه نبارطاجيها معكم علاش لا، غير امروني وانا ننفذ ان شاء الله يا ربي. كنتمنى اننا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه، الى فيديو مقبل ان شاء الله.